ممثلين نعرفهم لكن ما نعرفش اسمهم. اكتر سلسلة ناجحة عندي في القناة ومشهورة. النهاردة معانا فنانتين جمال، لو تعرف حد منهم ياريت تقولنا في الكومنتات. رقم 1 معانا الفنانة سامية رشدي. تاريخ الميلاد 11 نوفمبر سنة 1916، وتاريخ الوفاة 10 مايو سنة 1974، عن عمر 57 سنة. بدأت سامية رشدي حياتها الفنية سنة 1946، واتعرفت بأدوار الحمل آسيا، وكانت أول مسرحية تشارك فيها أم رتيبة. مشوارها الفني بدأت كمطربة في زي معظم أغلبية جيلها، وغنت في أوبرة شهرزاد، وشاركت في 15 مسرحية، ومنها يا عالم نفسي اتسجن والعبيط والعيلة. زي برضو عملت العديد من التمثيليات والمسلسلات التلفزيونية، واشتغلت ممثلة قديرة في المسرح القومي، واتجوزت من الممثل الراحل علي رشدي، وخلفت منه بنتين. سامية اتعمدت في تناولها الأدوار اللي اتجوزت 60 عمل فني، والفنانة سامية رشدي عملت حوالي أكتر من 60 عمل فني على عدة أنماط متماثلة. رقم 1 في فيلم قمر 14 مع محمود ذو الفقار وكاميليا في غصن الزيتون، ومع سعاد حسني وأحمد مظهر. هي الأم اللي بتخلي بالها من مصلحة بنتها وبتحذرها من الغدر الزوج في الفيلم الأول، وهي في نفس الوقت برضو الحماة الطيبة. والفنانة سامية رشدي ماشية على نمط معين في التمثيل، يعني زي مثلا فيلم غصن الزيتون وقمر 14 كانت بتحاول تعمل دور الحما اللي بتخاف على مصلحة بنتها حتى من جوزها. في فيلم بتبقى بتفرق بين بنتها وخطيبها، وفيلم تاني بتحذر بنتها من جوزها. وقدمت في صورة أخرى مغايرة شوية للدور بتاعها إن هي الجارة الشعبية الطيبة الحريصة على كرامة بنتها وعيلتها في رائعة الكاتب نجيب محفوظ في بداية ونهاية مع عمر الشريف وأمال فريد. وفي نفس الدور قدمته مرة تانية في فيلم المماليك مع نبيل عبيد وعمر الشريف، وهو فيلم تاريخي عن استبداد الحكم بشعوبهم. أدوار تانية عملتها إنها تكون شريرة شوية، زي إنها بياعة أو تاجرة في فيلم رابعة العدوية مع نبيل عبيد وعماد حمدي، واللي بتحتال على البطل لاستغلال جمالها في كسب المال. وهي المغنية الحقودة على نجاح وردة في فيلم ألمظ وعبد الحمولي، بس بيبقى النمط أكثر ارتباطا في ذاكرة المشاهدين، وهو دور الأم اللي بتسعى إلى إفشال علاقة بنتها وحبيبها. هي دايما بتطلع في الدور ده إن هي عايزة تفرق بين واحدة وحبيبها، ولكن أغلبية الواحدة دي بتكون بنتها. وفي فيلم تاني مثلا كوميدي ولكن برضو طلع نفس الدور في فيلم سر طاقية الإخفاء مع زهرة العلا وعبد المنعم إبراهيم، وسواق نص الليل مع فريد شوقي وهدى سلطان. والفنانة سامية رشدي قدمت لنا كتير جدا من المشاهد والأفلام، وتعبت جدا في مشوارها الفني، لكن رغم كل ده اسمها برضو مش مذكور كتير، ومش كتير من الناس تعرف اسمها. ودي نهاية الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. يعني ما مش عايز اشحتها، بس بعد اذنك يعني ما شوية اي حاجة كده.